الأهلي هيلعب دوري أبطال أفريقيا السنة الجاية، والزمالك مش هيلعب أي حاجة في أفريقيا خالص. كلام كتير طالع من امبارح إن الزمالك ممكن ما يلعبش الموسم اللي جاي في دوري أبطال أفريقيا بسبب إنه مش موفق أوضاعه المالية، وفي صعوبة إنه ياخد الرخصة اللي هي بتاعة المشاركة في البطولات اللي تابعة للاتحاد الأفريقي. الاتحاد الأفريقي مدي مهلة لحد 31/5 عشان كل الأندية اللي مشاركة في دوري أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية يكونوا مخلصين الالتزامات اللي عليهم ومخلصين القضايا اللي عليهم عشان ياخدوا رخصة المشاركة في البطولات دي. نادي الزمالك طلب مد فترة السماح دي شوية عشان ألحق أخلّص اللي عليّا، لإن زي ما أنتم عارفين الزمالك عنده بتاع 18 والّا 19 قضية، كلّها طبعًا قضايا تأخير في دفع، وناس ليها خدت أحكام بفلوس كتير جدًا. في الناحية التانية النادي الأهلي قال لك لا استثناء على مصلحتي، لإن الاستثناء كده لو جه للزمالك فكده جه على مصلحة النادي الأهلي، فالنادي الأهلي قال لك لأ ما فيش استثناءات، لإن لو الاتحاد الأفريقي رفض إن هو يمد فترة السماح لنادي الزمالك، ونادي الزمالك ما دفعش اللي عليه أو خلّص القضايا اللي عليه لحد 31/5، بالتالي سيتم استبعاد نادي الزمالك، والأهلي هو اللي هيشارك في دوري أبطال أفريقيا. تسألني هل حد من الطرفين غلطان؟ أقول لك لأ عادي، كل واحد بيدوّر على مصلحته، كل واحد شايف الطريقة الأصح. أتمنى من إدارة النادي الأهلي لو في أمل ولو 1% بس إن هم يشتغلوا عليه عشان خاطر بس جمهور الأهلي اللي فعلًا تعب السنة دي مع النادي الأهلي من الأداء الكارثي اللي حصل الموسم ده. فقولوا لي في الكومنتات كده هل تتوقعوا يحصل استثناء لنادي الزمالك والّا لأ؟